معي الأخت أم فهد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا تعبت قبل سنة. أنت إيش؟ تعبت قبل سنة. أيوة تعبتي يعني من سنة. عين. طيب. وتعبت يا شيخ لحد الآن أعاني منها. ما ترى بأس إن شاء الله يا أم فهد. تفضلي، وش الأعراض اللي عندك أم فهد؟ أعراض عندي خوف شديدة. أيوة. وبرودة في جسمي. أيوة. ولا أقدر أصلي أوسوس، والقرآن ما أقدر أقرأ أصلا. أيوة. الوسوسة عندك وش طبيعة الوسوسة أم فهد؟ أي شيء. يعني توسوسين في عدد الركعات في كذا؟ أيوة فقط. أحيانا أنسى كم أحط ركعات، يعني أحيانا يكون عندي نسيان بالمرة، أنسى أي شيء. طيب ووقت الرقية يا أم فهد إيش تشعرين؟ أما لا حسيت بالرقية أتعب. أي مع الرقية خصوصا إذا سمعت الشيخ خلاص أتعب كثير يا شيخ لحد الآن. أيوة. وأنت تروحين تقرأين عند الشيخ؟ أحيانا لا. وأحيانا نحاول إني أقرأ في البيت بس ما أقدر، ما أستطيع مرة. القرآن ما أشوف، أخذ سطر سطرين خلاص. أوقات إيش؟ عفوا. أقرأ أحيانا أروح للشيخ وأحيانا لا أقرأ في البيت، بس ما أشوف كثير. اي لكن انت تقدرين تقرين يا ام فهد في البيت؟ اقدر يعني بس مو كثير يا شيخ والله. احيانا اشوف خلاص احصل لي صداع، احس عيوني توجعني، ما اشوف القرآن مرة. طيب انت تشعرين دائما مركز في رجولي. ام ندى الان تشعرين ام فهد عفوا، تشعرين بشيء الان انت؟ ايوه. ايش تحسين، ضيق ولا ايش؟ احس بضيق، احس انه بيغمى علي. هذا من قبل بعد ما اتصلتي الان ولا من قبل معك؟ لا اول ما سمعت صوتك على طول. هذا بس كنت تتابعين برنامج ام فهد من قبل حلقات سابقة؟ ايوه. ويجي عندك التعب هذا؟ يزيد التعب عندي ويزيد الخوف. ايوه ان شاء الله ما يكون الخير ام فهد، ما يكون. طبعا ايام رمضان مفترض هذه الايام تكون انت فيها قويه وتكثرين من قراءه القران وتكثرين من العباده والذهاب للمسجد. تروحين المسجد ام فهد ما عندك مشكله تدخلين؟ اروح المسجد بس المساجد بعيده، انا اضطر اني اجلس في البيت، بس المساجد ثانيه ما. لكن اذا رحتي المسجد تشعرين براحه، تشعرين بتعب شديد او راحه؟ احس اني مرتاحه. ايوه. طيب ام فهد اقراي الفاتحه اسمعها منك الله يحفظك. تفضلي يا ام فهد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا منعول يا كلب. يا ام فهد تعوذي من الشيطان. والله جيت عليك اني امتع لحيتك عندك. ام فهد كلميني، اتركي عنك الخبيث هذا، الخسيس سيندحر باذن الله عز وجل. ام فهد خبيث في عينك. الله المستعان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه. ام فهد اقول لك انطم. اخسى عدو الشيخ عبد الرحمن تقدرين. اخسى عدو الله، اخسى عدو الله، سيدمرك كتاب الله وايات الله عز وجل. القرآن العظيم لو انزل على جبل. المرة اقتله يعني، المرة الثالثة هي نهايته على يدي الكلب المنعول. الله المستعان، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب اليه. ام فهد اقول لك انطم ولا ام فهد كلميني. ام فهد بارك الله فيك تكلمي معي. انا بدخلت فيها ومستحيل اطلع، طلعني مرتين وهذه الثالثه ومستحيل اتنازل اطلع منها مهما كان، اموت معها وما تنموت. ما تتقي الله عز وجل، ما تتقي الله عز وجل، اما تخشى ان هذا ظلم، ما تعرف ان هذا ظلم، ما تعرف ان الله عز وجل بالمرصاد، ما تعرف ان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرم. لا تحسب، لا تفكر انك بعيد في الرياضه انك تنجح، قريب تسمع بوفاته ولا بحده اطفاله ميت. الله المستعان. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. تستمر ان شاء الله ام فهد على ايات الكرسي باذن الله عز وجل، ستكون صاعقه وتدمر كل عوارض خبيثه في جسدها، كل العوارض الخبيثه باذن الله عز وجل تدمر بقوه ايمانك. ام فهد. نعم لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل. ام فهد الله يحفظك ويشفيك، ما ترين بأس ان شاء الله تعالى. اللهم اسمع منك. ام فهد انت كنت تشعرين بنفسك قبل قليل؟ لا يا شيخ. تذكرين الكلام اللي بدر منك قبل قليل ام فهد؟ لا. ما كنت تشعرين بنفسك اطلاقا؟ لا. ما ترين بأس الله يحفظك، لكن ثقي ام فهد، العارض الخبيث اللي معك هو ضعيف جدا، سيندحر بامر الله عز وجل، طالما انه بهذه السهوله يحضر عليك ويتعب، هذا يدل على ضعفه باذن الله عز وجل. وهذا يدل ام فهد يدل على انك اقوى منه، يدل على انك اقوى منه وقادر على التاثير، بتستمرين فقط على ايه الكرسي وعلى المعوذات وعلى ايات المس وعلى يعني تطويل السجود اثناء الصلاه
وبإذن الله عز وجل سيندح هذا الخبيث، سيخرج مع الخبث ومع الرجس بإذن الله عز وجل. أم فهد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم فهد، تشعرين باستفراغ الآن؟ ايوه. ها؟ ايوه. طيب تشربين الماء المرطي باستمرار؟ ايوه. الله المستعان. طيب اقرأي يا أم فهد، اقرأي، خليني أسمعك أم فهد. اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجوك يا شيخ ما أفت، ارجوك. حاول لو الكرسي، فقط الكرسي يا أم فهد. اقرأي الكرسي يا أم فهد. اقرأي، سترين الأثر. والآن بعد ما تخلصين الآن أو تقفلين السماعة، اشربي ماء مرقي 5 كاسات أو 6 كاسات دفعة واحدة، وخذي معها عسل وزيت زيتون يا أم فهد، وبإذن الله سوف ترين خير عظيم بإذن الله. يلا اقرأ يا أم فهد، اسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، يلا. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أحسنتي، ما شاء الله، جميل. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. لا تأخذه سنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. له ما في السماوات وما في الأرض. جميل. له ما في السماوات والأرض. أيوة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما شاء الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. أي جميل. ولا يحيطون بشيء. ولا يحيطون بشيء من علمه. أيوة جميل. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أحسنتي. ولا يؤوده حفظهما. أحسنتي، ما شاء الله، ما شاء الله. ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. أحسنتي، ما شاء الله، ما شاء الله. شفت إنك قوية يا أم فهد، شفت إنك قادرة بإذن الله عز وجل. يلا اقرأي قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قولي قال اخرج منها مذءوما مدحورا. يلا أم فهد. أم فهد قولي قال اخرج منها. ها؟ قال اخرج منها، قولي معي أم فهد. أم فهد. أيوة. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما مدحورا. مذءوما مدحورا. يلا أم فهد، أم فهد استمعي بالله. يطرد فيها وانا لها 9 سنوات وانا اطرد وراها. يلا أم فهد. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قولي معي أم فهد. كلب. قولي يلا يا أم فهد. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لا اله الا الله يا ربي يرحمني اخلاص. ما شاء الله أم فهد، ما شاء الله عليك. سيرحمك بإذن الله عز وجل ما دمت بقلب صادق وبيقين بأن الشفاء من الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت عارف أم فهد، الله عز وجل في لحظة يعني هذا الشيطان يتدمر بأمره عز وجل إذا أراد لك هذا، وسيكون بإذن الله عز وجل. لكن هذا ابتلاء أنت مأجورة عليه، أنت مأجورة عليه على احتسابك الأجر وعلى صبرك وثباتك. تذكرين يعني قصة المرأة اللي كانت تتكشف وتشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبري ولك الجنة، وأنت بإذن الله تصبرين ولك الفرج ولك الجنة بإذن الله عز وجل. لك الفرج في الدنيا ولك إن شاء الله تعالى الجنة في الآخرة يا أم فهد. يا شيخ طيب يمكن حوالي 4 سنوات و5 سنوات وأنا أعاني من التعب. لا سيخرج منك، سيزول أم فهد، لكن ربما كان هذا ثغرة في حياتك في فترة سبقت، تقصيرك في التحصيل أو شيء، لكن الآن أنت تحرصين على نفسك وسيزول بإذن الله. في أي مدينة أنت أم فهد؟ في مدينة الباحة. في الباحة. طيب. ايوه. جميل. وانت الفترة هذه يعني حريصة على نفسك وحريصة على التحصيل يعني حضورك للمجالس كلها مجالس طيبة وما عندك ان شاء الله تقصير. الحمد لله. ايوه الحمد لله. طيب وكيف انت في السجود يا ام فهد؟ اذا سجدتي وطولتي في السجود كيف تشعرين؟ يجيني صداع على طول. لابد تطولين في السجود ام فهد. اعظم ما يؤذي هذا الخبيث السجود، التذلل لله عز وجل، العبودية، تحقيق العبودية لله عز وجل. الشياطين هدفهم الإغواء والصد، وهم بطبيعتهم متمردون. أنت بإذن الله إذا حققت في داخلك العبادة ونميتي هذا الشعور في داخلك من خلال الصلوات والأذكار، لكن السجود أعظم ما يعني يكسر حدة الشيطان ويكبته بإذن الله عز وجل. أدعو الله. أنا طولت في السجود يجيني صداع على طول في راسي. لا استمري يا أم فهد، استمري. هذا قد يكون المرة الأولى والثانية والثالثة فترة، ثم بعد ذلك بتشوفين أن السجود يعني سيكون هو راحة لك بإذن الله عز وجل. والله يا شيخ اني امتنعت ما عاد اقدر اروح للشيوخ، امتنعت مره ما عاد اقدر. لا يعني لما اشوف ضارب يقول زوجي ما تشوفين متضاربين، صعب هذا. الله المستعان، الله المستعان. لكن على كل حال انت اقراي في البيت ويقرا عليك زوجك، يقرا عليك زوجك، ياخذ الايات سواء من القناه او من بعض الكتيبات اللي موجوده في السوق، ويقرا عليك ايات الحسد وايات المس، وباذن الله عز وجل تشوفين خير عظيم باذن الله.
إن شاء الله. طيب أم فهد خلي رقمك مع الكنترول وإن شاء الله يتواصلون معك هم ببعض الأشياء اللي تفيدك بإذن الله. إن شاء الله.